تخيل معايا كده إنك رايح تقدم على شغلانة أحلامك، لبست البدلة، حطيت بلفانك، ودخلت الانترفيو. لقيت مدير الاتش ار قدامه على المكتب كتاب قديم أوي، بتبص في العنوان لقيت مكتوب فن الحرب. قول في سرك يا نهار أبيض، وأنا جاي أشتغل محاسب ولا جاي أحارب في لبنان؟ المفاجأة بقى يا سيدي إن الكتاب ده مش موجود بس على مكاتب مديرين الاتش ار، موجود على مكاتب أكبر الناس الناجحين في العالم، مدربين الكورة، حتى سياسيين كبار. اللي كتب القائد الصيني سان تزو من أكثر من 2500 سنة. هو خريطة كنز حقيقية، مش عشان تخوض بيها معركة بالسيف والدرع، لأ، عشان تكسب بيها معاركك اليومية في شغلك مع مديرينك، مع منافسينك، وحتى مع نفسك. هات بقى كوباية الشاي التمام أو قهوتك المظبوطة وروق معايا كده، عشان احنا النهاردة هنفك شفرة دماغ الراجل اللي عاش من آلاف السنين ده، وهنشوف ازاي كلامه بينطبق بالملي. الكاتب هنا بيحط قاعدة أساسية زي ما بنقول كده ألف ب استراتيجية. بيقولك لو أنت عارف نفسك وعارف عدوك ما يهزكش نتيجة 100 معركة. الكلام ده كبير أوي. تعال ننزل بقى على أرض الواقع ونشوف هيحصل إيه. تخيل كده معايا واحد اسمه حسين. حسين ده قرر يفتح عربية كبدة وسجق في شارع مليان مطاعم. لو حسين ده عارف نفسه وعارف عدوه هيعمل إيه؟ أولا عارف نفسه، يعني عارف إنه معاه راس مال قليل بس تتبيلة الكبدة بتاعته ملهاش حل. عارف إن صحته كويسة يقدر يقف على العربية ويشتغل 12 ساعة متواصلين من غير أي إرهاق. ثانيا عارف عدوه. يعني إيه عارف عدوه؟ يعني عارف منافسيه. نزل الشارع اللي هيفتح فيه لقى مطعمين كبار بيبيعوا كبدة بس غاليين، ولقى عربية تانية بتبيع رخيص بس طعمها أي كلام. حسين هنا قرر يعمل ميكس، جودة المطاعم بسعر حنين شوية عنهم. النتيجة حسين هياكل السوق لأنه داخل المعركة وهو عارف هو مين ومين اللي قدامه. طب لو عندنا واحد تاني اسمه سيد. سيد ده معاه فلوس كتير، ايه؟ عارف نفسه بس متعجرف ومغرور. قالك أنا هفتح أفخم مطعم في المنطقة، مش هبص على حد. هنا سيد بيجهل عدوه، معرفش حاجة عن عدوه. فتح المطعم بأسعار سياحية في منطقة شعبية. سيد هيقفل بعد شهر. الفلوس مش كل حاجة لو انت مش قاري الشارع كويس. الخلاصة هنا قبل ما تبدأ أي حوار، شغلانة جديدة، مشروع أو حتى خناقة، اعمل سكان لنقاط قوتك وضعفك بصدق، وبعدين اعمل سكان اللي قدامك. الجهل هنا تمنه غالي قوي. في حتة تانية من الكتاب سان تزو رمى جملة لو فهمناها هنرتاح كتير. بيقول المحارب المنتصر يكسب المعركة الأول وبعدين ينزل الميدان، أما الخاسر ينزل الميدان الأول وبعدين يدور إزاي يكسب. ياه، إيه العظمة دي! يعني الانتصار بيتحسب وانت قاعد على قهوة بتخطط، مش وانت في وسط المعمعة. احنا عندنا في مصر مشكلة كبيرة قوي اسمها الاستعجال، او مبدأ يا عم توكل على الله وهتظبط في السكة. بص، توكل على الله شيء اساسي في اي حاجة، بس ربنا برضو قال لنا نعقلها ونتوكل. في قصة هحكيها لكم دلوقتي هتبين ايه معنى الكلام اللي انا قلته. قصة علاء وسفرية الساحل. عشان افهمك الجملة دي، تخيل علاء قرر يطلع الساحل مع اصحابه. علاء هو اللي بيمثل الجيش الخاسر. قال لهم يلا بينا نركب العربية وننطلق، وهناك هنبقى نشوف شاليه نأجره. سافروا، وصلوا الساحل الساعة 2 بالليل، كل الأماكن محجوزة. فضلوا يلفوا في الشوارع لحد الصبح، تعبوا، اتخانقوا مع بعض، واليوم باظ. معنى كده علاء نزل المعركة الأول وبعدين دور إزاي ينجح. أما طارق هو الجيش المنتصر. قبل ما يحط مفتاح العربية في الكونتاك كان مكلم سمسار ودفع عربون، بعت لوكيشن الشاليه لاصحابه، مظبطين مين هيجيب الاكل ومين هيعمل كذا وكذا. طارق كسب السفريه وهو لسه قاعد في بيته. التخطيط يا جماعه مش رفاهيه، ده هو اللي بيحدد النتيجه. سان تزو بيقولك احسب التكلفه قبل ما تخوض الحرب. عايز تبدا بيزنس؟ احسب تكلفه الايجار والكهرباء والعماله، واعمل حساب شهور الركود. لو دخلت من غير الحسابات دي انت عامل زي اللي نزل البحر وهو ما بيعرفش يعوم ومستني سمكة تنقذه. في نقطة كمان مهمة جدا في الكتاب. الكاتب بيقول إذا كان العدو متفوقا عليك في كل شيء فتجنبه. بمعنى أصح الجري نص الجدعنة. احنا متربيين على الرجولة، إنك تقف وتتصدى وتتخانق وتتصدر في المشهد حتى لو هتتفرم. لكن الاستراتيجية بتقول غير كده خالص. مثلا في عالم الشركات، تخيل إنك صاحب شركة تكنولوجيا صغيرة لسه بتبدأ، وفجأة لقيت حوت كبير زي جوجل أو مايكروسوفت
قرر ينزل نفس المنتج بتاعك في السوق، هتعمل ايه ساعتها؟ هتقف تعاند وتعمل اعلانات وتقول انا هكسر جوجل؟ هيفعصوك. لكن انك تتجنبه هنا مش معناها انك تقفل شركتك وتعيط، معناها غير الملعب، روح لحتة نيش او تخصص دقيق جدا جوجل مش مهتمة بيه، قدم خدمة عملاء شخصية جدا هم ما يقدروش يقدموها بحجمهم ده، ابعد من وش القطر واستناه يعدي وبعدين كمل طريقك. اعظم جملة قالها الكاتب في الكتاب كله، والله بجد محتاجة تتكتب بماء الذهب. بيقول: أعظم انتصار ليس في كسب مائة المعركة، بل في كسر مقاومة الخصم دون قتال. الناس فاكرة إن الشطارة إنها تدخل في صدام وصراعات تطلع كسبانة. لا، الشطارة إنك تاخد اللي أنت عايزه من غير ما ترفع سلاح. إزاي تعمل ده في حياتك؟ هقولك مثال هيوضح ليك كل حاجة. عندك موظف في الشركة معاك، طول الوقت بيحاول يوقعك، بيسحب منك الشغل ويتكلم عليك من ورا ظهرك. قدامك حل من اتنين: الحل الأول الصدام، تروح تتخانق معاه وتعلي صوتك وتشتكي للمدير. هنا انت دخلت في حاجة اسمها حرب استنزاف، حتى لو كسبت صورتك هتبقى وحشة قدام الإدارة والمدير إنك بتاع مشاكل. الحل التاني كسر المقاومة دون قتال، تتجاهل أفعاله تماما، بس في نفس الوقت تركز في شغلك انت جدا وتوثق كل إيميلاتك وتاسكاتك، تخليه هو يفضل يبذل مجهود في المؤامرات لحد ما يغلط غلطة كبيرة لأنه مركز معاك مش في شغله، ويقع لوحده من غير ما انت تلمسه. انت كده خليته يستنزف طاقته وكسبت المعركة وانت قاعد حاطط رجل على رجل. الصبر والاستنزاف البطيء أحيانا أقوى بكتير من الضربة القاضية. في فصل كامل في الكتاب بيتكلم عن القائد. سان تزو بيوصف القيادة كأنها ميزان حساس جدا بين الحزم والرحمة. شوف يا سيدي، في نوعين من المديرين أو حتى الآباء. النوع الأول المدير الطيوب بزيادة، اللي بيطبطب ويفوق ويقولك معلش أصل الظروف صعبة. النوع ده الشغل بيفوز معاه، والموظفين الملتزمين بيحبطوا لأنهم شايفين اللي بيلعب بيتسوى بيهم. النوع التاني بقى المدير الدكتاتور، اللي بيخصم على التأخير دقيقة واللي بيشتم واللي ما بيرحمش. النوع ده بيخلق بيئة عمل مسممة، وأول ما الموظف يلاقي فرصة تانية هيهرب ويسيب له الشغل يقع. القيادة الصح زي ما الكتاب بيقول إنك تحط قواعد واضحة وضوح الشمس، المكافأة معلنة والعقاب معلن، ولما حد يغلط يتعاقب بدون شخصنة، انت بتعاقبه عشان خالف القاعدة مش عشان بتكرهه. ولما حد يجتهد يتكرم ويتكافئ. العدل هو اللي بيخلق الانتماء، مش الطيبة المفرطة ولا القسوة الزيادة. الكاتب بقى هنا بيختم كلامه عن القيادة ب5 عيوب، لو فيك عيب منهم راجع نفسك فورا لأن نهايتك قريبة. أول عيب فيهم التهور، إنك تاخد قرارات مصيرية من غير ما تحسبها، مجرد حماس كداب ده بيؤدي للتهلكة. تاني حاجة الجبن، إنك تخاف تاخد الريسك أو المخاطرة المحسوبة، تفضل قاعد في منطقة الراحة لحد ما المنافسين يسبقوك بسنين ضوئية. وتالت حاجة العصبية وسرعة الغضب. الغضب بيخليك زي الأعمى، بتاخد قرارات غبية عشان ترد اعتبارك وتندم عليها بعدين. ورابع حاجة الحساسية المفرطة للكرامة، اللا أنا العالية، اللي هو أي حد يوجه لك نقد تعتبرها شتيمة وتقلب الترابيزة عليه. ده بيخلي الناس تنصحك فهتفضل تغلط. وخامس حاجة وآخرهم العاطفة الزيادة، القلق على الموظفين بزيادة، إنك تاخد قرار صعب زي إنك ترفض موظف مهمل عشان خايف على مشاعره أو رزقه. العاطفة دي ممكن تدمر الشركة كلها وتقطع عيش الباقيين. القيادة أحيانا محتاجة مشرق جراح بيقطع حتة عشان ينقذ الجسم كله. يا أصدقائي، كتاب فن الحرب مش بيدعونا للعنف ولا المؤامرات، بالعكس ده بيدعونا إننا نكون أذكياء، نكون جاهزين مخططين وعارفين إمتى ننسحب وإمتى نهاجم. الحياة معارك مستمرة، معركتك عشان تصحى من النوم بدري وتروح شغلك، معركتك عشان تتعلم مهارة جديدة، معركتك عشان تحافظ على بيتك وأسرتك. كل دي حروب محتاجة تخطيط، مش مجرد عافية وصوت عالي. أتمنى تكون الرحلة دي في دماغ الكاتب وضحت لنا أمور كتيرة كنا بنعملها غلط، بنتعامل معاها بعشوائية. يا ريت تنزل في التعليقات وتقولي إيه أكتر قاعدة أو قصة حسيتها بتوصف موقف أنت مريت بيه. أستنى أقرأ تعليقاتكم كلها.